7 أيام مرت بأحداث متسارعة، جمعت لكم فيها أهم الأخبار والتطورات التي حدثت خلال الأسبوع في فيديو واحد شامل. خلينا أعمل فيديو وأنا تعبان وعندي برد واخد أدوية، غير إنها حاجة شوق أزمة جديدة وأسرار بتنكشف في عالم الفن والموسيقى. الفنان محمد رمضان بيخرج عن صمته وبيفجر مفاجأة من العيار التقيل عن أحدث أغانيه حبيبي أنا من غيرك. ورغم النجاح الكبير اللي حققته الأغنية على مختلف المنصات من لحظة طرحها، إلا أن الجمهور لاحظ غيابها التام عن تطبيق سناب شات. رمضان وضح أنه بعد التحري والمراسلات الرسمية مع الشركة اكتشف المفاجأة. بفيديو نزل على حساباته كشف رمضان أن السبب مش تقني، بل وراءه شخص مسؤول في إحدى الدول الخليجية دفع مبالغ مالية لموظف في سناب شات بهدف حجب الأغنية ومحاربتها. اللي حصل إنه شخص مسؤول من دولة خليجية دفع فلوس لموظف في سناب شات عشان الأغنية ما تبقاش موجودة. وبأسلوبه الساخر والمباشر وجه محمد رمضان رسالة غير متوقعة للمسؤول ده، وقال له إيه رأيك تدفع فلوس أكتر ونساعد بيها الغلابة في سوريا ومصر وغزة، وأنا مستعد أشيلك كل أغاني من سناب شات من أول يا حبيبي لحد نمبر 1. تصريحات أثارت جدل كبير وسؤال للجمهور، هل الأزمة دي هتقف عند التصريحات ولا هنشوف رد رسمي من منصة سناب شات؟ كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ومجريات مقطع الفيديو الذي جرى تداوله مؤخرا بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي أظهر نشوب مشادة كلامية بين ضابط شرطة وطبيب داخل إحدى المستشفيات بمحافظة سوهاج. وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه بالفحص والتحري الدقيق حول ملابسات الواقعة تبين أن الأحداث تعود إلى 18 من الشهر الجاري، وذلك أثناء قيام قوة أمنية مرافقة بنقل أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل إلى المستشفى لمعاناته من مرض مزمن يستدعي الفحص والتدخل الطبي العاجل. وأثناء التواجد داخل المنشأة الطبية دارت مناقشة حادة بين أحد ضباط القوة والطبيب المعالج الظاهرين بمقطع الفيديو، وذلك بهدف التعجيل بتوقيع الكشف الطبي على النزيل وتوفير الرعاية اللازمة له دون تأخير حرصا على سلامته وحياته. وأكدت وزارة الداخلية في بيانها الرسمي أن الموقف انتهى بالصلح والتراضي التام بين الطرفين في حينه دون قيد أو شرط، مع حجز النزيل بالفعل داخل المستشفى لمتابعة حالته الصحية واستكمال كافة الفحوصات والعلاج الموصى به حتى تعافيه تماما. في تطور جديد يطمئن جمهوره ومحبيه ومتابعي المشهد الإعلامي، كشفت مصادر إعلامية عن آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامي أحمد موسى بعد الوعكة الصحية المفاجئة التي ألمت به مؤخرا وأثارت حالة من القلق والاهتمام في الشارع المصري. الإعلامي نشأت الديهي وخلال تقديمه لبرنامجه بالورقة والقلم المذاع على فضائية 10 زف أخبارا سارة لكل المتابعين، مؤكدا أن الإعلامي أحمد موسى قد تجاوز محنته الصحية بنجاح، وأنه خلال ساعات قليلة سيغادر المستشفى بعد استقرار حالته تماما ليستعد للعودة سريعا إلى شاشته وجمهوره الذي انتظر تطمينات عن صحته. وفي كلماته أشاد الديهي بمكانة أحمد موسى الإعلامية والإنسانية، مؤكداً على قيم الثقة والرجولة والتواضع التي يتميز بها، واصفاً إياه بأنه ابن أصيل للصعيد وصحفي يمتلك المعلومة ولا يتحدث بعبث. وفي سياق متصل لم يخلو الحديث من نقد حاد ورفض تام للتصرفات والممارسات التي رافقت الخبر، حيث انتقد الديهي سرعة تداول بعض عناصر ومنابر الجماعة الإرهابية لخبر الوعكة الصحية واستغلالها لنشر الشائعات والترويج لمعلومات مغلوطة، فضلاً عن إظهار حالة من التشفي في المرض. وأكد الديهي أن مثل هذه التصرفات تبتعد كل البعد عن قيم المجتمع المصري وأخلاقياته، فمهما كان الاختلاف في الرأي أو المواقف السياسية يظل المرض ابتلاء إنسانيا يتعرض له الجميع، ولا يجوز بحال من الأحوال تحويل أوجاع الناس وآلامهم إلى ساحة للتصفيات أو الشماتة. واختتم كلماته بالتأكيد على أن الإنسانية تتطلب دوما الدعاء بالشفاء والرحمة لكل مريض، متمنيا للإعلام أحمد موسى تمام الشفاء والعافية والعودة السريعة لمواصلة مسيرته الصحفية والإعلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالع من ساعات قليلة الدنيا قامت وما عدتش على السوشيال ميديا حالة غضب كبيرة جدا وجدل واسع من الجمهور على كلمات أغنية انتشرت للفنان عمر كمال، أغنية أثارت غضب الجمهور. يا ترى إيه حكاية الأغنية دي وليه كلماتها أثارت كل الضجة دي؟
تعالوا نشوف عمر كمال طلع في تصريح قال ايه. نص الكلام اللي قاله عمر كمال: اشرح للناس لغط او في بوستات كتير شفتها على كنت عاملها، فطالع اشرح لهم الكواليس وايه اللي حصل علشان ما تفهمش غلط، وعشان الناس تفهم ايه اللي حصل من 4 سنين. يا جماعة من 4 سنين بالظبط كنت بنفذ اغنية وكان فيها عبارة بتقول: انا الشيطان السالك يا ملايكه يا منافقين. كان الغرض من الكوبليه ده يا جماعة ان انا بقول ان انا وحش وانتوا حلوين. يا جماعة يعني انتوا طلعتوا فيها العبر، ماشي انا وحش بس بيكون فيها حاجه حلوه، وانتوا عاملين ملايكه بس انتوا يعني فيكوا حاجات كتير مش كويسه. الكلام ده كان من 4 سنين يا جماعة. بعد ما خلصت الأغنية دي وسمعتها لناس حواليا، قبل ما تنزل قالوا لي: يا عمر الكلام ده مش حلو، ممكن يتفهم بكذا معنى، فحاول تغيره. وأنا دايما بقول يا جماعة الأغاني دي قرف، في حاجات بشتغلها، حاجات بتمشي وحاجات بتقف. يعني قفلت من الاغنيه وما نزلتهاش. الكلام ده من 4 سنين فاتوا، من سنة 2022. وفعلا يا جماعة الاغنيه بسبب انها ممكن تكون كلمات فيها حرمانيه. وبكده عمر كمال بيقفل الباب تماما قدام أي تشكيك، وبيرد على كل الهجوم بإن الأغنية دي قديمة ومنسية وما نزلتش أساسا احتراما لربنا وللجمهور. تفتكروا تراجع الفنان عن أعماله بسبب نصيحة المحيطين بيه أو خوفا من الشبهات خطوة كافية تشفع له عند الجمهور، ولا الكلمات من الأول كانت غير مقبولة؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الحقيقة توصل للكل. استني يا هبه، استني. ازيك؟ بطمن عليكي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. في لفتة إنسانية مميزة كلها دفء ومشاعر صادقة، خطفت الفنانة هبة مجدي الأنظار النهاردة في احتفالية المولد النبوي الشريف بمركز الصفوة للمؤتمرات في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين. بعد ما قدمت فقرة غنائية وتوسل ديني لمس قلوب الكل، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلامه لها بشكل مباشر وفي إنسانية كبيرة، وقال لها دعوات صادقة طالعة من القلب. أسأل الله العظيم وبالعرش العظيم وبنور وجهه الكريم وبجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه يسعدك ويعافيكي ويحميكي ويسترك وما يزعلكيش انتي وكل الناس. امين يا رب. كل سنة وانت طيبة. كل سنة. كلمات دخلت القلب، وعبرت الفنانة هبة مجدي عن شكرها الكبير للرئيس على مشاعره النبيلة ودعواته الجميلة اللي أمنت عليها في مشهد إنساني راقي أضاف لمسة خاصة جدا لاحتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف. يا ترى إيه رأيكم في اللفتة الإنسانية دي؟ شاركونا في التعليقات. لحظة واحدة اتحولت فيها الجولة الرئاسية لمشهد صادم هز الدنيا. فجأة وبدون أي مقدمات، يد تتمد وسط الزحام وتضرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقلم على وشه مباشرة. تدخل سريع جدا من الحرس الرئاسي للسيطرة على الشاب وإبعاد ماكرون وسط ذهول الكل. لقطة غريبة أثارت جدل واسع جدا، يا ترى ده تصرف فردي ولا في وراه حاجة تانية؟ قنبلة جديدة تفجر الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والنجم المصري عمر مرموش يصبح حديث الساعة في أروقة الكرة الأوروبية. كشف الصحفي الإيطالي الشهير وفابريزيو رومانو خبير الانتقالات الأول في العالم عن توصل نادي توتنهام هوتسبير إلى اتفاق شفهي حاسم للتعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي الدولي المصري عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب التفاصيل التي كشف عنها رومانو، فإن الاتفاق بين إدارتي توتنهام ومانشستر سيتي ينص على انتقال مرموش إلى الصفوف اللندنية على سبيل الإعارة، مع وضع بند شراء يتحول إلى إلزامي في حال تحقق شروط محددة بين الطرفين، في صفقة ضخمة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 50 مليون جنيه استرليني. الصحفي الإيطالي أكد أيضاً أن مرموش أعطى موافقته النهائية والكاملة على الانتقال بعدما أبدى اقتناعه التام بالمشروع الرياضي الذي عرضه عليه نادي توتنهام خلال الأيام القليلة الماضية. والمفاوضات التي دخلت مراحلها الأخيرة شهدت ثقة كبيرة من جانب النادي اللندني في إنهاء الأمور بلمسات أخيرة سريعة. بل إن الترتيبات الخاصة بسفر اللاعب وتحديد موعد الفحوصات الطبية قد تم استكمالها بالفعل ليوم الاثنين المقبل تمهيداً للإعلان الرسمي وتوقيع العقود. بهذه الخطوة المرتقبة يستعد عمر مرموش لكتابة فصل جديد ومثير في مسيرته الاحترافية بالبريمير ليج،
ليطوي صفحة مانشستر سيتي ويسير على خطى النجمين المصريين أحمد حسام ميدو وحسام غالي اللذين ارتديا قميص توتنهام من قبل. فهل ينجح مرموش في إثبات نفسه وتثبيت أقدامه كواحد من أبرز مهاجمي الدوري الإنجليزي مع سبيرز؟ شاركونا آراءكم وتوقعاتكم لما سيقدمه مرموش مع فريقه الجديد في التعليقات. ليلة زملكاوية فل، الفارس الأبيض بيتألق ويفوز على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة بعد شوط تاني ناري. في الدقيقة 51 شيكو بانزا بيفتتح التسجيل بانطلاقة سريعة وشوطة قوية في الشبكة، تصويبة ملهاش حل. وفي الدقيقة 86 حسام أشرف يحسمها ويحرز الهدف الثاني بمنتهى الثقة عشان يطمن كل جماهير الزمالك. وقبل ما الماتش يخلص أحمد عبد الرحيم إيشو بيمضي على الهدف الثالث في الوقت بدل الضايع ويكمل الثلاثية. إيه رأيكم في أداء الزمالك النهاردة ومين كان رجل المباراة من وجهة نظركم؟ اكتبوا لي في التعليقات وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد.